بكم في هذه المباراة في الجولة 31 في إطار منافسات دوري نجوم العراق. القرمم على أرضه وما بين جماهيره يستضيف السفانة الميناء والتاريخ العريق، والقرمم الفريق العنيد الضيف الجديد على دوري نجوم العراق. بين ضفاف الفرات ونسمات الرمادي تتجدد المتعة اليوم بهذه المباراة. القرمم القادم من فوز ثمين على غزلان البادية نادي النجف بثلاثية مقابل لا شيء، والسفانة نادي الميناء القادمين من خسارة من نادي الكهرباء بثنائية مقابل لا شيء. القرمم بالمركز التاسع برصيد 43 نقطة، والميناء بالمركز 16 برصيد 31 نقطة. بمباراة الذهاب فاز القرمة بهدفين مقابل لا شيء. اليوم رد الثأر هل يأتي من السفانة أم يكون للقرمة رأي آخر؟ هذه المباراة بصافرة الطاقم التحكيم، الحكم الأول أحمد كاظم، يساعد المساعد الأول أمير داوود، المساعد الثاني حسنين رافل، الحكم الرابع حامد علي، وبغرفة الفار يوسف سعيد ومحمد كامل. إذن هنا من أرض الرمادي تحديدا بملعب الرمادي بعد ثواني تنطلق صافرة بداية أحداث هذه المباراة. تحية لكم مشاهدينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، معلقكم حسين سمير واصفا لهذه المباراة. أيضا القرمم الضيف الجديد على دورينا أمام الميناء، أمامك بالصورة جماهير السفانة وأحمد كاظم قاضي هذه المباراة بانتظار صافرة البداية. مواجهة ما بين القرمة والميناء، القرمة بقيادة المدرب أحمد خلف والميناء بقيادة السوري حسام السيد. على بركة الله تنطلق صافرة البداية للإعلان عن بداية أحداث هذه المباراة. الجولة 31. شوف الأجواء الجميلة في ملعب الرمادي، خيارات المدرب أحمد خلف مع القرمة بحراسة المرمى محمد حميد، خط الدفاعي محمود الضير، ريتشارد كاساغا، عباس قاسم وأحمد عبد الحسين، وبخط المنتصف شهاب رزاق وعلي مهدي، يوسف أومارو، وبخط المقدمة مؤمل عبد الرضا، علاء الدين الدالي، منتظر عبد الأمير. أما بالجانب المقابل للميناء من الجهة اليمنى بالألوان المعتادة الزرقاء. بعد هذه الهجمة نستكمل التشكيلة، كرة من اليسار، هذه المحاولة دوران للميناء، بعد ذلك العودة بمنتصف أرضية الملعب، يريدون السيطرة السفانة على الكرة والاستحواذ. هذه كرة على الجهة اليمنى تصل سريعة، البحث عن أول عرضية بأول دقيقة أو بالدقيقة الثانية، كرة من الجهة اليمنى العرضية داخل منطقة الجزاء، لكن عالية هذه الكرة تصل على اليسار، الاستلام والتوغل لإيجاد المساحات. الكرة غادرت. إذن تشكيلة السفانة خيارات السوري حسام السيد بحراسة المرمى عبد سليم، الخط الدفاعي كيسندا تاكوارا، عباس ياس ومسلم موسى، بخط المنتصف حيدر سالم، روبن لوفيلو وأوسينيو ثيون، خط المقدمة حميد الطائي وكرار جعفر وعلاء عبد الزهر. هذه هي الأسماء اللي يدخل بها المدربين بهذه المباراة. الكرة تعود الآن على يسار الشاشة بالألوان البرتقالية أصحاب الدار نادي القرمم، ومن الجهة اليمنى بالألوان الزرقاء نادي الميناء. سفانة وصقور الغربية في ليلة البحث عن الثلاث نقاط. هنا الإبعاد إلى خارج الملعب، حيدر سالم رغم الإصابة اللي أمامك بالصورة اليوم يلعب بصورة أساسية، لكن خيارات حسام السيد بإمكان اللعب، بإمكان المتابعة، نتمنى السلامة الشفاء العاجل أيضا لكل المصابين على مستوى دورينا، وبالأخص اليوم اللي يغيبون عن تشكيلة الميناء، أندري الصناطي وسجاد علاء يغيبون بداعي الإصابة. هذه الكرة تصل على اليسار انطلاقا للقرمة، بعد ذلك العودة للخط الدفاعي، ايجاد المساحات، ايجاد الحلول. هنا الدخول، الكوارع يلعب كرة سريعة من اليسار، تمريرة واستلام، بعد ذلك البحث. هذه فرصة للقرمة داخل منطقة الجزاء، لكن مرت هذه التسديدة إلى خارج الملعب. الوصول الأول، التهديد الأول، لكن الكرة مرت. هي اللقطة الماضية عن طريق السوري علاء الدين الدالي، أمامك بصورة حارس المرمى عبد سليم حماد. إذن القرمم
منتعش بالفترة الأخيرة، الضيف الجديد على دوري نجوم العراق بأول مشاركة يضع اسمه بأحرف ذهبية ما بين الأندية الكبيرة. إذن هنا الميناء من الأندية المميزة، صاحب تاريخ طويل في دوري نجوم العراق. هذا النادي اللي تأسس بسنة 1931 نقدم الأندية العراقية. الكرة بمنتصف الملعب، الاستلام الآن لمصلحة الميناء، لكن عملية قطع الكرة مرت على روبن لوفيلو الجابوني، يخسر الكرة الماضية. تعود الآن للميناء للخط الدفاعي، تاكوارا عملية التمرير، بعد ذلك الكرة على الجهة اليمنى الطرف الأيمن، الاستلام والتوغل. هذا كرار جعفر اللي يلعب كرة لكنها مرت إلى رمية جانبي. الدقيقة الرابعة شوط المباراة الأول، في الكثير من الأشياء سنشاهدها سننتظرها. هذا هو أحمد خلف اللي حقق نتائج إيجابية مع القرمة، وهذا محمد حميد اللي يستلم هذه الكرة. أحمد خلف في فترة من الفترات كان مساعد مدرب المنتخب الوطني كاتاريش، مدرب المنتخب السابق. الكرة تعود الآن من اليسار، انطلاقة للقرمة، صقور الغربية، مرور جميل، هذا الأول. قريب كان علاء الدين الدالي، قريب كان علاء الدين من إضافة أول أهداف اللقاء. كرة مرت من الحديث ما بين زملائه، يقول له ما شفته، شوفها بالإعادة من اليسار توغل، وبالمهارة الفردية الواحد على واحد أمام حيدر سالم، لكن اختار التسديد. حديث مع زميله في الكرة الماضية مؤمل عبد الرضا صاحب التسديدات القوية، هذا اللاعب مؤمل عبد الرضا. أيضا علاء الدين الدالي لأول وصول، هذه كرة تعود للسفانة عن طريق روبن لوفيلو، تمريرة لكن تحولت عن طريق القائد علاء عبد الزهرة، مقطوعة للقرمة، انطلاقة نحو الأمام، هذه للصقور الغربية وممكن هدف أول، هذه ممكن هدف أول، هذه تعود، لكن الاستخلاص عملية قطع الكرة حاضرة بهذا التوقيت. كرة تصل على الجهة اليمنى للميناء. وما النتائج الفترة الأخيرة، لكن يبقى الميناء اسم كبير. السفانة تريد اليوم أن ترفع الأشرعة في هذه المباراة أمام الصقور الغربية، يبحثون عن التحليق عاليا في ملعب الرمادي. كرة تصل الآن للميناء، الاستلام والتوغل عن طريق السنغالي أوسينيو ثيون، تغيير اللعب على الجهة اليمنى، تحضير لأوسينيو، أوسينيو ثيون. تعود الكرة الآن، الميناء يريد الاستحواذ، يريد السيطرة، تعود لحيدر سالم، عملية تغيير اللعب على الجهة اليسرى، الانتظار، بعد ذلك الاستلام، المرور، البحث عن مساندة حميد الطائي. تعود الكرة بمنتصف الملعب، أوسينو السنغالي، مر الكرة من الجهة اليمنى، انتظار الآن، المساحة الآن، الحكم أحمد كاظم قريب ويؤكد استمرارية اللعب. لاعب يشكو من إصابة على ما يبدو. سلامات لكرار جعفر، كرار جعفر لاعب الميناء اللي يشكو من إصابة في هذه اللحظات. السلام كرار جعفر. ايضا نشاهد بالاعاده تدخل، هل كان موجود؟ حكم المباراه كان قريب من الحاله. نادي الميناء اللي حقق مره واحده لقب الدوري العراقي بموسم 1977 مع المدرب جميل حنون، في وقتها كان شقيقه هداف الفريق جليل حنون برصيد 11 هدف في ذلك التوقيت. هذا الكره تعود الان لصقور الغربيه، جماهير الحاضره بملعب الرمادي لمؤازره القرمه، ومن الجانب الاخر جماهير السفانه ايضا حاضرين. هذه كره للقرمه، القرمه اللي سجل هذا الموسم 35 هدف واستقبل 23 هدف، رقم يعتبر جيد لصاحب المركز التاسع في دوري نجوم العراق. هذه الكرة الرأسية تعود الميناء، الاستلام وعملية تغيير اللعب بمنتصف الملعب، عودة لحيدر سالم، حيدر سالم يغير اللعب على الجهة اليمنى، الاستلام الآن، البحث عن السرعة، حرب السرعة وحرب اللياقة البدنية بهذا التوقيت. تعود إلى أوسينو يبحث عن المساندة، أوسينيو ثيون. لمن هذه الكرة يا السنغالي؟ عملية تغيير اللعب على الجهة اليمنى، الميناء يلعب على الأطراف وخطورة حتى اللحظة من الجهة اليمنى، هنا بالكعب ممتازة، عملية قطع الكرة تعود لمصلحة أصحاب الدار، هذه للقرمة،
للبحث عن المساندة. هنا الاستيلاء في هذا التوقيت، لكن مقطوع الكرة مرت على يوسف أومارو اللاعب من النيجر، وهداف الكرمن في رصيد 6 أهداف. كرة تعود الآن للميناء. أوسينو ثيون اكثر لاعبين استلاما للكرات حتى اللحظه. عمليه تغيير اللعب على الجهه اليمنى، بعد ذلك على ما يبدو ضربه ركنيه، على ما اعتقد. نعم ضربه ركنيه اللي امامك بالصوره مدرب نادي الميناء السوري حسام السيد. اذا بانتظار التنفيذ. ضربه ركنيه في الدقيقه 9 من شوط المباراه الاول. يتم هذا مختبر عبد الامير. ايضا ضربه ركنيه لمصلحه الميناء. السفانه هنا بملعب الرمادي. السفانه، سفانه الجنوب، الكره العاليه، محمد حميد على مرتين، لكن على ما يبدو هنالك صافره التحام ما بين اللاعبين بخط او بمنطقه الجزاء، يؤكدها احمد كاظم بأنها صح. شوف الله 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 على لقطه جميله. هم هؤلاء مؤازرين ومشجعين القرمل سطور الغربيه على ارضهم بين جماهيرهم حاضرين بهذه اللحظات، وعلى ما يبدو الصافره حاضره ومتواجده بهذه اللحظات. على التنفيذ مسلم موسى يتحصل على المخالفه باللقطه الماضيه. اللاعب مسلم موسى مدخلف يشاهد من قريب، حقق نتائج ايجابيه. اخر مباراه انتصر على نادي النجف بثلاثيه مقابل لا شيء. ها هنا الكره على اليسار مسلم موسى، عمليه تغيير اللعب لكن العوده للخط الدفاعي للبحث. عباس ياس يمرر من الجهه اليمنى. كيسيندا الكونغو، كيسيندا يمرر تمريره سريعه الان، بعد ذلك تعود الكره بهذه اللحظات. ذلك الكره للميناء، خط الدفاع الان على اليسار الاستلام. حميد الطائي اختار العوده للبحث عن الاستحواذ والسيطره على احداث اللعب. اذا الكره تصل على الجهه اليمنى انطلاقا نحو الامام. ملعوب الكره سريعه لكن الاقرب المدافعين راسيه وتشتيت الخطر. وها هنا الكره هذه للميناء، هذه للميناء. سفانه سفانه سفانه، اوه لكن مرت الكره الى الحارس محمد حميد الان، الى محمد حميد حارس المرمى اللي يمثل نادي الشرطه. ايضا منتخباتنا الوطنيه شوفها بالاعاده. هذه الكره اللي اصطدت وبعد ذلك غيرت مسارها الى خارج الملعب. مباراه نوعا ما فيها اهداف، لكن خلينا ننتظر، خلينا نشوف. هذا رايي الشخصي، اعتقاد، مجرد اعتقاد. مباراه فيها اهداف لان الجولات الاخيره، وها هنا تحديدا بهذه الجوله 31 كل المباريات فيها اهداف. هذه الكره تعود ما عدا مباراه ديالا والنجف في الليله الماضيه نتيجه سلبيه بدون اهداف. هنا الكره تعود، لكن على ما يبدو لاعب مستلقي على ارضيه الملعب. سلامات لاعب يشكو من اصابه، الاطمئنان على سلامته. اخراج الكره الى خارج الملعب وبالسلام اوسينو، اعتقد اللاعب السنغالي، نعم اوسينو ثيون هنا يشكو من اصابه بهذه اللحظات. نادي الميناء هذا الموسم لعب 29 مباراه، هذه رقم 30. المباراه فاز ب8 مباريات فقط، تعادل ب7 مباريات، خسر 14 مباراه، سجل 21 هدف، استقبل 30 هدف. كرة تعود الآن، استئناف اللاعب دقيقة 13 من شوط المباراة الأول. تمريرة حيدر سالم بهذه اللحظات. تغيير اللعب على الجهة اليمنى للميناء، كذلك العودة لتبادل الكرات لمصلحة السفانة. تغيير اللعب على الجهة اليسرى. عباس ياس رقم 33، عباس ياس يلعب كرة سريعة من اليسار، البحث عن القوة البدنية، لكن الكرة على ما اعتقد نعم غادرت ومرت على اللاعب مسلم موسى. حسام السيد والتوجيهات. مسلم موسى اللي خسر الكرة الماضية وبعد ذلك الآن أيضا تغادر بعدما تدخل اللاعب حيدر سالم. أيضا ننتظر
ونشاهد عملية تنفيذ هذه الكرة ملعوبة بصورة سريعة، لكن مسلم موسى هو الأقرب عودة عن طريق روبن لوفيلو، لكن عملية التمرير حاضرة من الجهة اليمنى. البحث عن المراوغة عن الدوران هنا لمصلحة الميناء. الاستلام أوسينو تحضير لروبن لوفيلو. القابوني يغير اللعب من الجهة اليمنى، يبحث عن المساندة، لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب. طرف الأيمن بالجهة اليمنى للميناء شكل خطورة، لكن لاعبين القرمة حاضرين لاعبين القرمة. هذه الكرة من الجهة اليمنى شاهد هذا كيسيندم رقم 29 الكونغو عفوا كيسيندم. كرة سريعة تصل الآن من اليسار، لكن مرت على السوري علاء الدين الدالي. مباراة من دون أهداف حتى هذه الدقيقة 14 من شوط المباراة الأول ما بين القرمة والميناء 0-0. من يقص شريط البداية ليسجل لنا أول أهداف المباراة؟ حيدر سالم. تغيير اللعب لمسلم موسى. انطلاق الآن للميناء. مسلم يبحث عن المساندة، يختار العودة بهذا التوقيت. عملية تغيير اللعب على اليسار. روبن لوفيلو مقطوع الكرة للقرمة. انطلاق الآن للصقور، لكن قطع الكرة بصورة ممتازة باللقطة الماضية عن طريق روبن لوفيلو. تعود الكرة من اليمين، بحث عن المساندة. تاكوارا زيمبابوي. تعود الآن على اليسار مسلم موسى، لكن هذه كرة خاطئة. تعود تصحيح الخطأ عن طريق الزملاء، ولكن هنا حيدر سالم واضح نوايا المدرب حسام السيد الاستحواذ على الكرة للبحث عن أي مساحة، عن أي ثغرة من الجانبين، لكن الخطورة لا زالت من اليمين. أكثر الكرات اللي وصل بها الميناء هي من الجهة اليمنى. الكرة تعود، هذه فرصة نتكلم على الجهة اليمنى والوصول من اليمين لمصلحة السفانة. هذه المهارة، هذا الدخول، هذه العرضية الرأسية. محمد حميد يتصدى للكرة الماضية، رأسية جميلة، لكن محمد حميد هو الأقرب في اللقطة الماضية. تعود الكرة لحيدر سالم يلعبها بصورة سريعة من اليسار. محمد حميد يترك مرمى، لكن دوران من لاعب الميناء يبحث عن مساندة. حميد الطائي. حميد ولكن أقرب أحمد كاظم يقول لك العب. حكم المباراة يطالب باستمرارية اللعب، وها هنا الكرة العالية. حميد الطائي اللي أرادها أن يتجاوز أكثر من لاعب في اللقطة الماضية، لكن حكم المباراة كان قريب من الحالة. وهذه كرة من الجهة اليمنى. الانتظار على ما يبدو هنالك لاعب مستلق على أرضية الملعب هو حميد الطائي. سلامات يا حميد الطائي. شاهد بالإعادة اللاعب حميد الطائي سقط أرضا بهذه اللحظات. كان يريد المرور من أكثر من اللاعبين في اللقطة الماضية، لكن تدخل كان موجود من عباس قاسم. إذن شاهد بالإعادة هذه الرأسية اللي تصدى لها محمد حميد، رأسية مسلم موسى. الكرة الماضية مسلم موسى اللي يمتلك برصيد 3 أهداف، سجل هدفين على أربيل، وأيضا سجل بمرمى نفط ميسان، أراد أن يسجل الهدف الرابع اليوم، لكن محمد حميد كان له بالمرصاد. الكرة بمنتصف الملعب، تابعت اللعب أو مخالفة للقرمة. 18 دقيقة من شوط المباراة الأول، ولا زالت النتيجة من دون أهداف. الآمال على المهاجمين بالنسبة للقرمة علاء الدين الدالي، وبالنسبة للميناء على عبد الزهرة السوري علاء الدين الدالي، من هنالك العراقي على عبد الزهرة. غني عن التعريف لمنتخباتنا الوطنية فترة طويلة. هنا الكرة تعود من الجهة اليمنى، عملية تغيير اللعب، الاستلام لمصلحة القرمة بعدما وصلت لأحمد عبد الحسين. هذه كرة عالية، هذه عالية، لكن الحارس يتدخل. عبد سليم يتدخل بالكرة الماضية وإلى رمية جانبي، رمية تماس أمامك بالصورة. عابد سليم حماد مثل أمانة بغداد والكرخ. حارس للميناء الآن أحمد على التنفيذ،
ملعوبة الكرة سريعة لكن سهلة تترك لخارج الملعب. ضربة مرمى العرضية اللي كانت في اللقطة الماضية مرت من مؤمل عبد الربع، مدخله في شاهد، والكرة من الجهة اليمنى للميناء، الاستلام كذلك تغيير اللعب من الجهة اليمنى. المباراة فيها أشياء كثيرة لكن المشاهدة بعد ننتظر الهجمات المكثفة والأهداف. 0-0 حتى اللحظة. تمريرة من اليسار عباس ياس اللي مرر تمريرة في العمق وعلى عبد الزهرة بمنتصف الملعب. تغيير اللعب رومن لوفيلو يغيرها سريعة تعود لكن تحول على الجهة اليمنى. هذا هو على عبد الزهرة، تراجع إلى الخلف للبحث عن المساحات. كرة مقطوعة بصورة جميلة، انطلاقا نحو الأمام لمصلحة القرمة. تمريرة سريعة، هذا هو على عبد الزهرة لكن الكرة عالية. مؤمل عبد الرضا يقف على كرة بالمهارة الفردية. استعادة الآن أحمد عبد الحسين لزميله مؤمل، يلعب كرة سريعة لكن الرأسية والإبعاد. هنا مسلم موسى، وبعد ذلك الكرة تغادر إلى خارج الملعب. المباراة تحتاج إلى الأهداف لأجل أن تتحرك المياه الراكدة. هذا هو مسلم موسى، اللحظة يقدم أداء مميز في الثلث ساعة الأولى من شوط المباراة الأول. الكرة من اليسار الآن، البحث عن المساحات للقرمة لكن الخط الدفاعي لا زال. هنا الكرة تعود تاكوارا، تغيير اللعب من الجهة اليمنى أقرب المدافعين ريتشارد كاساغا الأوغندي. هنا الكرة تصل على اليسار، شاهد بالإعادة من الجانب السفلي من الجهة اليمنى لشاشة المباراة لكن الكرة تعود الآن. هذه الكرة العالية، يعتمدون بصورة كبيرة القرمة على اللعب بالكرات العالية وبالأخص على الطرف الأيسر حتى اللحظة. هنا تعود يوسف لكن الكرة بعيد ما يبدو لحارس المرمى. نعم عبد سليم، هذا هو لاعب نادي القرمة يوسف أمار من النيجر، هداف الفريق برصيد 6 أهداف. هذا هداف الميناء أيضا على عبد الزهرة برصيد كذلك 6 أهداف. الكرة تصل على اليمين الآن، عملية تدخل وفقد التوازن لاعب الميناء وصافرة ومخالفة من الدولي أحمد كاظم. حديث لا زال. هنا المخالفة تاكوارا حصل على المخالفة في هذه اللحظات. نعم هي مخالفة، كان قريب جدا حكم المباراة أيضا هو اللي أكدها. والكرة تصل لحيدر سالم اللي غيرها من اليسار. 20 دقيقة مرت، دخلنا بالدقيقة 21 والميناء والقرمة من دون أهداف حتى هذه الدقيقة. الكرة تعود لأوسينو، أوسينو غيرها تاكوارا لحيدر سالم على اليسار. هذه فرصة للميناء، مسلم موسى داخل منطقة الجزاء. مسلم يقف على كرة لكن محاصر أكثر من لاعب، كان ينتظر المساندة اللاعب مسلم موسى لكن الإبعاد كان موجود. على التنفيذ الآن، نفذ الكرة مسلم لما استلمها عن طريق رومن لوفيلو. مسلم موسى دائما ما يضع نفسه بخيارات صعبة أمام أكثر من لاعب. كرم اللي يعتمد، هذا هو علي مهدي. جماهير الحاضرة تشاهد وتمني النفس لمشاهدة هدف أول. هذه الكرة الآن تعود للميناء، سيطر باستحواذ أكبر حتى اللحظة فريق الميناء. حيدر السالم يغير اللعب على الجهة اليمنى. تاكوارا يبحث عن المساندة، استلام على الجهة اليمنى كيسندا لكن تعود عن طريق كرار جعفر. كرار مرور جميل لكن خرجت الكرة على ما يبدو. مساعد موجود مير داود، والكرة غادرت إلى خارج الملعب لمصلحة الميناء. الاستلام الآن، أوسينو يبحث عن المساندة. تاكوارا من اليمين، يلعبون فقط من الجهة اليمنى. وهنا الاستلام على عبد الزهرة، العرضية داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة تمر إلى خارج أرضية الملعب. ميناء يستحوذ نعم، يسيطر نعم، لكن القرمة يبحث عن المرتدات لاصطياد أولى أهداف المباراة. الكرة تصل الآن لمصلحة الميناء. حيدر سالم، تحضير لحارسه عبد سليم
عبد السليم حماد وصل الكرة من اليسار. احمد خلف خياراته، اعطيه كرة خليه يستحوذ واللعب على الاخطاء والمرتدات من جانب الفريق المنافس اللي هو فريق الميناء. لكن حسام السيد بخياراته يريد السيطرة على الاستحواذ واللعب على الطرف والجهة اليمنى. ها هنا الكرة تعود لمصلحة الميناء. مسلم موسى هل يستطيع اللحاق بالكرة؟ لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب. أكثر اللاعبين تحركا حتى اللحظة مسلم موسى. شوف عاشقين السفانة، الله على لقطة جميلة لعاشقين الميناء. رغم كل شيء جماهير مع الفريق قلبا وقالبا بالخسارة والفوز بالتعادلات وبكل الظروف. هكذا هي الجماهير الوفية. والكرة تصل من الجهة اليمنى. المهارة، السرعة، البحث عن المساندة في سندة. عملية تغيير اللعب. روبلو لحيدر سالم. الاستلام لأوسينو. تعود مرة أخرى. روبلو يبحث عن المساندة. تمريرة ذكية جميلة، انطلاقة للميناء للسفان العرضية. وين؟ داخل منطقة الجزاء والإبعاد. الإبعاد ممتاز. عباس قاسم اللي أمامك بالصورة حديث عتاب شديد اللهجة مع زملائه، لكن خلينا نشوفها بالإعادة. العرضية العالية وعباس قاسم اللي شتت الخطر باللقطة الماضية. لعب للزراء، ذلك لعب لزاخو. والكرة من اليسار الآن ضربة ركنية للميناء عالية على الطاير، لكن اصطدت حيدر سالم. جرب حظه، أراد هدف على طاير لكن التسديدة كانت ضعيفة يا حيدر سالم. تعود شوف المرور الجميل، شوف التمريرة ولا أروع. شوف الله 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 السفانة والتمريرات الجميلة. لكن الأخيرة كانت لحارس المرمى محمد حميد. لعب كرة الآن والأقرب حارس المرمى الآخر. أوه لا تلعب بالنار. كن حذرا يا عبد السليم. صلح الموقف والكرة تعود الآن لمصلحة الميناء. عباس تغيير اللعب لحيدر سالم. 26 دقيقة. ها هنا الكرة العالية للميناء. ممكن فرصة هذه لكرار جعفر. لكنها مرت، إلى خارج الملعب. ضربة ركنية للميناء. هل يستغلها لاعبين الميناء؟ كرار جعفر، خلينا نشوف. كرار جعفر عملية الانتظار. شوف التمريرة الذكية، لكن كرار لم يستغلها. نوعا ما كانت هنالك العودة بصورة سريعة من لاعبين القرمة. وها هنا على التنفيذ. ثالث ركنية للميناء. حديث الآن من حكم المباراة أحمد كاظم. على لاعب القرمة شهاب رزاق. وعلى التنفيذ للميناء. الضربة الركنية للسفانة على التنفيذ، عالية سريعة. لكن تعود المرتدة الآن للقرمة. أين المساندة؟ بمفردة لكن مقطوعة الكرة للميناء. يشكو من إصابة سلامات مؤمل عبد الرضا على ما أعتقد هو اللي يشكو من إصابة في هذه اللحظات. نعم مؤمل عبد الرضا شاهد بالإعادة، لكن كان بمفردة بحث عن المهارة الفردية، أراد المرور لكن هنالك يشكو من إصابة. سلامات للاعب القرمة أحمد كاظم الحكم الدولي. واستئناف اللعب، قريبين من الدخول بالنصف ساعة الأولى من شوط المباراة الأول. حديث الآن شوف التوجيهات. أحمد خلف مع اللاعب يوسف أومارو. استئناف اللعب بعد ثواني قليلة. ينهض مؤمل عبد الرضا اللي أمامك بالصورة لمتابعة أحداث اللعب. والكرة تعود مبدأ الروح الرياضية العالي. أبناء الغربية من الغرب ومن هنالك أبناء الجنوب، سفانة الجنوب. هنا
بين الميناء والقرمة، والكرة تنفذ، المرور الجميل لكن استمرارية اللعب. هذا محمد حميد، تشتيت الخطر وإبعادها تصل لحيدر سالم في هذه اللحظات. الاستلام وتغيير اللعب على اليسار لمصلحة الميناء، تمريرة ذكية جميلة. مسلم موسى استلمها، يبحث مسلم، عالية الكرة والرأسية. هنا طول القامة، برج المراقبة يتدخل. في اللقطة الماضية ريتشارد كاساغا مدافع القرمة، هنا الانطلاق نحو الأمام لكن هذه مخالفة للقرمة، طالب بالبطاقة الصفراء. خرج اللاعب منتظر عبد الأمير، صافرة ومخالفة للقرمة. صقور الغربية بأول مشاركة في تاريخهم في دوري نجوم العراق وضعوا اسم النادي ما بين الكبار، هم بالمركز التاسع حتى اللحظة ويطمحون للمزيد والمزيد. ها هنا تدخل وقطع الكرة، كانوا يطالبون بالمخالفة لاعبين الميناء، وبعد ذلك الكرة تستأنف تصل على اليسار الآن. ها هنا المرور أو ماذا؟ عدى أو لا؟ نعم مر والعرضية، لكن لاعبين الميناء هم الأقرب. هذه الكرة، شوف عملية سحب الكرة في صورة جميلة، يا الله 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 على المرور. ها هنا بخارج القدم عملية تغيير اللعب من اليسار، بحث عن المساندة، البحث عن الدخول، لكن صافرة لمصلحة الميناء، صافرة للميناء لحميد الطائي. سلامات حميد الطائي حصل على مخالفة في هذه اللحظات. فريق الميناء أكبر فوز هذا الموسم، فاز على أربيل 3-0، وأكبر خسارة كانت أمام نوروز بخماسية مقابل هدف واحد. إذن استمرارية اللعب الآن، ربع ساعة متبقية على نهاية شوط المباراة الأول، والكرة تصل لتاكوارا. حيدر سالم يستلم هذه الكرة، حيدر سالم ملعوبة من الجهة اليمنى للميناء على عبد الزهرة، والبحث عن مساندة. هذه كرة والإبعاد لمصلحة الآن القرمة. لو مرت لكانت فرصة خطيرة، ولا زالت للميناء من الجهة اليمنى سفانة. لكن مرت على عبد الزهرة، تعود للقرمة. بدأت تتحرك المباراة الآن، هجمة بهجمة، وصول بوصول. القرمة يبحث عن رد هذه الهجمة، والكرة تصل على الجهة اليمنى. الاستلام الآن للقرمة، عباس قاسم يختار العودة، ريتشارد كاساغا إلى أحمد عبد الحسين يستلم علي مهدي رقم 35. علي مهدي غير اللعب الآن، بدأ يستحوذ لاعبين القرمة على الكرة. أصحاب الدار أمام أنظار جماهيرهم يريدون أن يقدموا مباراة كبيرة. مرور جميل لا زال على اليسار. ها هنا السيطرة على الكرة، وبعد ذلك تغيير اللعب. انتظر عبد الأمير يبحث عن المساحات. ها هنا الكرة تعود إلى القرمة، الاستلام لعباس قاسم، يقف على كرة الآن ويمرر لأحمد عبد الحسين. علي مهدي، تبادل الكرات بصورة جميلة. أحمد عالي الكرة، لكن هنا حيدر سالم، لا زالت للقرمة، لكن قطع الكرة. شوف الصراع البدني في هذه اللحظات. عباس ياس والآخر مسلم موسى. مسلم بدأ أن يبحث عن كرة للميناء لكنها تعود، أراد أن تحصل على رمية جانبية لكن الكرة لم تغادر بعد، لا زالت داخل المستطيل الأخضر. تعود للميناء، تعود للسفانة. هذا الاستلام بمنتصف على عبد الزهرة، تحضير لكن الانطلاق الآن، مطالبة بالراية لكن استمرارية اللعب. حميد الطائي يخسر الكرة الماضية وتعود لمصلحة القرمة. تغييرات بعيدة كل البعد يا مؤمل عبد الرضا. تعود الآن لمصلحة عبد سليم حماد، حارس عبد سليم لحيدر سالم. البحث عن الهدف الأول لا زال جاري ما بين الفريقين. الميناء يطمح لقصد شريط البداية، وأصحاب الدار القرمة
يريدون هم إضافة الهدف الأول. لا زال التنافس حاضر داخل المستطيل الأخضر، أن يسجل أول أهداف اللقاء. هذه انطلاقة، تدخل صافرة لمصلحة اللاعب حيدر سالم اللي أمامك بالصورة. حيدر سالم يسجل أول أهداف اللقاء. هل ينتهي شوط المباراة الأول من دون أهداف؟ كل شيء وارد، خلينا نشوف. حسام السيد مدرب الميناء، مدرب السوري، كرة من الجهة اليمنى الآن على التنفيذ، البحث عن المساندة داخل منطقة الجزاء، لكن محمد حميد يمسك هذه الكرة على عبد الزهرة، يشجع لاعبينه. دور القائد دور مهم، يكون القائد كلا القائدين لاعبين خبرة. هنا محمد حميد بحراسة مرمى القرمة، ومن هناك مهاجم الميناء على عبد الزهر. الكرة إلى رمية جانبية، رمية تماس. شوف هذا دور القائد يعمل التوجيهات. حارس المرمى دائما ما يكون هو آخر اللاعبين، يشاهد كل شيء تقريبا بالملعب. كرة للميناء الآن على الجهة اليمنى لمصلحة السفانة، تمريرة سريعة للميناء، كرار جعفر، بعد ذلك الدخول. محمد حميد يمسك الكرة، كانوا قريبين الميناء ولكن محمد حميد ممتاز. شوفها بالإعادة، دخول، أنا بعتقد كيسندم هو اللي دخل لمنطقة الجزاء ومرر تمريرة سريعة، لكن محمد حميد هو من تصدى. نعم هذا كيسندم اللاعب الكونغو من الكونغو الديمقراطية تحديدا. محمد حميد هو اللي مسك هذه الكرة، ولا زالت المباراة من دون أهداف. شوف حسرا المدرب حسام السيد، صعب، يريد الهدف، يريد تعويض خسارة المباراة الأخيرة أمام الكهرباء. هذه كرة من اليسار تنفذ للقرمة، للصقور، ممكن هدف أول، لكن اعتلت هذه التسديدة، اعتلت ومرت، أراد هدف أول من هذه المسافة، لكن الكرة طالت إلى خارج الملعب. محاولات استيداد، وصول لأكثر من مرة، لكن الهدف لا زال غائبا حتى الدقيقة 36. 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. ها هنا كرة لحيدر سالم، يلعبها سريعة من الطرف الأيمن، مرور جميل، انطلاق الآن. هذا هو كرار جعفر، كرار للميناء، 1 على 1 كرار، لكن طالت كرتك يا كرار، وإلى ضربة مرمى للحارس محمد حميد. 9 دقائق، هل من الممكن مشاهد هدف في المباراة؟ خلينا ننتظر وخلينا نشوف. لاعبين الميناء بتركيز عالي، هذا هو تاكوار، ومن هنالك منتظر عبد الأمير، تنفذ الكرة، بعد ذلك تغادر إلى خارج الملعب. اللقطة الجميلة اللي أمامك في الصورة، الجماهير الحاضرة يريدون المتعة، يريدون الثلاث نقاط أصحاب الدار، لكن الميناء ليس بالفريق السهل. هؤلاء السفانة، ها هنا الكرة تعود، لكن على ما يبدو صافرة لمصلحة القرمة للاعب علي مهدي اللي أمامك بالصورة. علي مهدي نفذ الكرة الآن عالية على اليسار، انطلاقة للقرمة، أصحاب الدار القرمة يريدون الهدف الأول، المرور، لكن قطع الكرة بصورة ممتازة، وحكم المباراة يؤكد بأنها لحارس المرمى عابد سليم. ضربة مرمى، تدخل ممتاز، تاكوارا، تدخل سليم، عملية تشتيت الخطر، لكن هل هي ضربة مرمى؟ حكم المباراة هو الأقرب وهو من يمتلك الخيار الأخير. هذا عابد سليم. صراحة عملية قطع الكرة كانت ممتازة من تاكوارا. هذه الكرة تعود الآن على عبد الزهرة، مقطوعة للقرمة، لكن صافرة للميناء على عبد الزهرة في لقطة جميلة مع عباس قاسم. روح الرياضية، تنافس جميل حاضر. عباس قاسم في فترة مثل الزوراء، كذلك على عبد الزهرة أيضا مثل الزوراء. هذه كرة
كرار جعفر تصل على الجهة اليمنى، الاستلام والبحث عن عرضية داخل منطقة الجزاء، ها هنا لكن مرت على المهاجم باللقطة الماضية. تعود للقرمة، البحث، هذا هو السوري علاء الدين الدالي، عملية تغيير اللعب، السرعة مطلوبة أمام حيدر سالم، لكن حيدر يتفوق ويتحصل على رمية جانبي. تعود الآن من اليمين، 0-0 المباراة، لكن للحديث بقية. الاستلام من أوسينو ثيون، تغيير اللعب، هذا كرر جعفر إلى كيسيندا، السرعة والعرضية، لكن تعود الكرة على اليسار. تعود هذه الكرة للقرمة، الاستلام الآن والبحث عن المساندة، الاستلام لمصلحة اللاعب شهاب رزاق، اختار العودة، عملية تغيير اللعب، محمود الخضير، تبادل الكرات للاعبين القرمة. صقور الغربية أمام السفانة في الجولة 31 في إطار منافسات دوري نجوم العراق. هذه عالية، أوه 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 يا علاء الدين، كان قريب السوري بأن يسجل أول أهداف اللقاء. فكرتك ممتازة، لكن كان فيها شوية قوة، وكرتك مرة تشوفها بالإعادة. أخطر فرصة باللقاء، حيدر سالم لم يستطيع اللحاق بالكرة، لكن علاء الدين الدالي، بطاقة حمراء. ماذا فعلت يا حيدر سالم؟ الدولي أحمد كاظم يؤكد البطاقة، لكن خلينا نشوف هنا بالفار، غرفة الفار ليوسف سعيد ومحمد كامل. حديث مع غرفة الفار، تشيكينج ريد كارت. ننتظر حديث من أيضا قائد الفريق علاء عبد الزهرة، ومن الحديث أيضا من مدرب الميناء حسام السيد، حكم الرابع. ونشاهد بالإعادة، ماذا فعلت يا حيدر؟ هنالك لمسة يد، خلينا نشوفها من زاوية أخرى. لكن البطاقة الحمراء، نعم، هنالك لمسة يد، ذهب للفار على ما يبدو أحمد كاظم. تقنية الفيديو هي لها كلمة الفاصلة. حيدر سالم مدافع الميناء، كل شيء سيكشف عبر الفار. هنا اللقطة سيشاهدها الدولي أحمد كاظم، سيشاهدها الحكم الدولي أحمد كاظم. هل لمسها بيده أو لا؟ صراحة صعبة، لكن عملية المشاهدة. ماذا يا أحمد كاظم؟ بعد العودة للفار تسحب البطاقة الحمراء. نعم، حيدر سالم يستمر في المباراة. نو ريد كارت. شوف فرحة اللاعب مسلم موسى، هي برأسه على ما أعتقد. نعم، للعودة للإعادة لأكثر من مرة، صدت برأسه حيدر سالم، وليس هنالك بطاقة حمراء. شوف عملية إلغاء البطاقة الحمراء، واللقطة الجميلة، حيدر سالم مع الحكم أحمد كاظم. وهي فرصة الأخطر باللقاء كانت لعلاء الدين الدالي ليهدر فرصة الهدف الأول لمصلحة فريق القرن. تعود لعبد سليم حماد، يمرر لعباس ياس اللي يلعب كرة يسارية عالية تجاوزت المنتصف، وبعد ذلك للقرمة يريدها هو يوسف أمارو. علي مهدي، هذا الأول. لذلك الحارس هو نصف الفريق. عبد سليم حماد يتصدى لفرصة هدف محقق للقرمة. يوسف أمارو من النيجر أراد إضافة هدف آخر
برصيده على مستوى هذا الموسم واستمرارية اللعب. بدأت تتحرك المباراة. هذا الأول. أوه 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 صقور الغربية بإمضاء السوري علاء الدين الدالي يصحح الفرصة اللي أضاعها قبل لحظات ويسجل الأول لصقور الغربية. ينشرون الفرح بالرمادي. القرمم يسجل والجماهير تزلزل الملعب. شوفها بالإعادة. هدف سليم للقرمة على ما يبدو. هنالك الفار هو سيحكم، لكن علاء الدين الدالي هو من أعطى الأفضلية للقرمة بعد فينيشينج وإنهاء جميل بمرمى الحارس عبد سليم حماد. هنا الهدف للقرمة. انتظرنا طويلا لأكثر من 43 دقيقة وانتظرنا من سيسجل أول أهداف اللقاء، القرمة أو الميناء، لكن ظهر علاء الدين الدالي ويسجل هدف أول باللقاء. أيضا هدف مقابل لا شيء. علاء الدين الدالي اللي سجل هدف الخامس هذا الموسم، تلك برصيد 4 أهداف، اليوم سجل هدف الخامس إذا احتسب. خلينا ننتظر تشيكينج جول. هل الهدف صحيح وتستمر الأفراح بملعب الرمادي؟ شوفوا الجماهير على أعصابهم ينتظرون القرار النهائي. الدولي أحمد كاظم بانتظار غرفة الفار يوسف سعيد ومحمد كامل. هل الهدف صحيح؟ ماذا يا أحمد كاظم؟ الفار. أوه تسلل على ما يبدو. تسلل نعم. ألغي الهدف. لم تستمر الفرحة للقرمة والمباراة تبقى 0-0. المباراة تبقى 0-0. هدف جميل سجل علاء الدين الدالي لكن ألغي بداعي التسلل. 4 دقائق وقت بدل ضائع. انتهى الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. تعادل السلبي لا زال يسيطر ويخيم على أجواء هذه المباراة ما بين أصحاب الدار القرمة صقور الغربية والقادمين من البصرة الميناء السفانة. 0-0 حتى اللحظة. كرة على اليسار للقرمة والتمريرة السريعة. ريتشارد كازاغا يختار العودة لمحمد حميد. محمد حميد يلعبها سريعة. محمد حميد وها هنا حيدر سالم. بعد ذلك تعود للقرمة. مقطوع الكرة للصقور. الاستلام ليوسف أومارو. بحث عن الوانتوب والكرة مقطوعة الآن للميناء. صافرة من الدولي أحمد كاظم. سلامات للاعب الميناء يشكو من الإصابة على ما يبدو. أوسينو فيون اللاعب السنغالي. شوفها بالإعادة. يدخل الحاضر الآن علي مهدي. لاعب علي مهدي اللي يمثل الطلبة والكرخ. شوفها بالإعادة. هذه لقطة الهدف الملغي للقرمة. إذن استمرارية اللعب. نتيجة 0-0. شوط أول قريب من النهاية من دون أهداف لكن الأجواء جميلة. طبعا ما الشوط الأول أداء متوسط تذبذب في لحظة من اللحظات لكن هنالك هجمات موجودة في انتظار الشوط الثاني. ما هي خيارات المدربين؟ هذه كرة للقرمة بخارج القدم لكن اليوم حيدر سالم يقدم أداء دفاعي ممتاز. كرة تصل من اليمين. هذا كرار جعفر ينتظر المساندة للميناء. كرار جعفر بانتظار رسالة العرضية. كرار محاصر. تمريرة ذكية جميلة. ميناء سفانة. محمد حميد يتصدى بلقطة جميلة. ردة فعل ولا أروع والفرصة ضاعت على الميناء. تعود الكرة للسفانة. تحضير من الجهة اليمنى لإيجاد الحلول والمساحات. هي الجهة الخطيرة للميناء. هذه كرة داخل منطقة الجزاء الميناء لكن الإبعاد وتعود ليوسف أومارو.
يوسف تحضير الآن عن طريق منتظر عبد الأمير، تركها إلى زميله الآخر. هنالك شهاب رزاق، شهاب رزاق شوط أول بدون أهداف حتى هذه اللحظة. والكرة من حيدر سالم، كل الكرات العالية أول لي يقف لها بالمرصاد. هذه كرة للميناء، ثقة عالية للسفانة للميناء. هذه كرة ممكن هدف أول للميناء، لكن اعتلت وإلى خارج الملعب تمر كرة اللاعب كرار جعفر. تنفذ الكرة الآن، الدقيقة الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول ما بين القرمة والميناء. هنا مؤازرين وعاشقين السفانة يشاهدون ويؤازرون، وهذه كرة لمسلم موسى، لكن عودة دفاعية ممتازة في هذه اللحظات. تراجع الآن وإبعاد الخطورة وتشتيت الخطر، تصل للميناء عن طريق اللاعب عباس ياس لعابد سليم. من الفرص الخطيرة اللي أضاعها القرمة، تصدى لها عبد سليم، قطع الكرة ممتاز علي مهدي، لكن تعود حيدر سالم ومعها على ما يبدو صافرا لنهاية شوط المباراة الأول بنتيجة 0-0 من دون أهداف، وبانتظار شوط المباراة الثاني. ماذا سيفعل مدرب القرمة أحمد خلف، وماذا سيقدم مدرب الميناء حسام السيد؟ لنا عودة بشوط المباراة الثاني، لا تذهبوا بعيدا. بزاوية صعبة وهدف أول للسفانة، هدف أول للميناء بكرة قوية جدا عن طريق كيسندا المدافع الكنغولي. حلوة المباراة الآن، أول للميناء أول للسفانة. 85 للشرطة، لم يحضر ربما وقت الحضور. هنا مراد كرة الموسم يا مراد، الله، كرة الموسم، هدف الموسم. إن كنت تريد اللقب فعليك انتزاعه من حامله. لاحظ إبراهيم نسر نيجيريا، وإن حلق فإنه سجل، وإن لم يحلق فإنه صنع إلى مراد. لاحظنا عملية المرور، العبور، التسجيل والحضور. ويا مراد أنت من أتيت بالمراد يا مراد. الشالجية تشتعل في هذه اللحظات، خدع كام، خدع باسل، خدع الشرطة، ينتظرون التمرير. 19 نقطة. انطلاقة الآن داكوستا خطيرة للحدود، عالية وجول. دينيس أنتوي الغاني من سنغالي من داكوستا. هدف أول للحدود. الحدود يسجل عن طريق دينيس أنتوي. شوفوا الانطلاقة من داكوستا السنغالي يمر من البرازيلي بهذه اللقطة والانطلاقة والكرة الجيدة، ودينيس برأسية لا يكذب خبر، ويسجل الهدف الأول أول للحدود في مرمى الكرف.
يصل دينيس إلى هدف طبعا الخامس بدورين. مع حسين فاهم عالية خطيرة، الله! إيفياني إيزي يعدل للكناري، رايح جاي يسجل، سجل في المرحلة الأولى طبعا في مباراة 1-1 ويصل إلى هدف العاشر بدورينا. الله، حسين فاهم وإيزي فاهم طريق المرمى، يعدل للكناري، يعدل للكناري. 1-1 أصبحت الآن. الله إيزي لكن كرة صعبة، عدل للكرخ، عدل للكناري. 1-1. لاحظ الرأسية ووصل إلى هدف العاشر. دينيس أنتوي حدود، دينيس ثاني للحدود. مهيمن سليم بلاخ البديل الناجح. مهيمن لاحظ بديل بهدف جميل، هدف جميل للبديل. لاحظ دينيس أنتوي، هاك روح قول، قوية جدا على طريقة الوالد نجم القوى الجوية سليم. طبعا لاحظ سليم بلاخ الآن الابن مهيمن بهدف ثاني للحدود، هدف غالي، هدف ب3 نقاط الحدود. انتصار أول تاريخي هنا في مدينة الرمادي أمام هذا الفريق. هنا يوسف أمارو، الله، أمارو سرق الكرة، أمارو سرق المحاولة، ويوسف يسجل الهدف الأول بأقدام يوسف. سجل الهدف الأول ولكن عن طريق الدالي من وضعها في الشباك. يوسف صنع، يوسف سجل، يوسف فعل كل شيء، والدالي من وضع الختام على دين بشار. الدالي صاحب الهدفين يضيف الثالث، والذي فعل كل العملية الهجومية وسرقة الكرة وقراءة الكرة هو الدالي. هدف سجل هذا الرجل ولكن بأقدام أمارو. الكرة التي لعبت عالية، أسد النيجر في متابعة، مر سدد كرة ردت من القائم على طبق من ذهب لعلاء الدين الدالي الذي مسح المصباح وأتى بكرة في وقت الغروب في مرمى دوليفان ليعطي التقدم لصالح القرمة، لصالح الصقور الغربية، وافراح عارمة في ملعب الرمادي في مدينة القرمة. وصلت بعد ذلك لأحمد عايد، تمريرة ممتازة، هذه خطيرة، الكرة العرضية والمدافع، جول! هدف أول لكهرباء. منتظر سجل الهدف بمتابعة كانت ممتازة وكانت رائعة. استطاع منتظر أن يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 62 بمتابعة للكرة الماضية. برافو أحمد عايد، التمريرة لوقاع، وبعد ذلك من وقاع المدافع أخطأ بإبعاد الكرة سيابند عقيد، وبالتالي المتابعة الصحيحة والمتابعة الممتازة التي كانت عن طريق المهاجم منتظر عادل ليتابع الكرة بشكل صحيح ويتابع الكرة الماضية التي أخطأ فيها المدافع، ولكن منتظر لم يخطئ بإيداع الكرة داخل الشباك. اهتزت الشباك.
الكرة اصطدت، توغل نحو الأمام، تمريرة ذكية جميلة لديالة، وممكن هدف أول لمدينة البرتقال. الله 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 الله، ديالة تضرب أولا وتكسر صمت البداية من بوابة البرتقال والأنهار. جاء الهدف البرتقالي يعدل المزاج البرتقالي ويسجل بالدقيقة 70 أوباري الغاني يسجل هدف أول بالدقيقة 70. الله الله الله، أبناء مدينة البرتقال بملعب ميسان الدولي يسجلون هدف. شوف الإعادة، الكرة من الجهة اليمنى العرضية الجميلة والمتابعة والفينش، هو شايفها بالبعيدة من أوباري. يا سلام عليك يا أوباري، يفتتح التسجيل بهذه المباراة. هذا الهدف أول بعدما انتظرنا ل70 دقيقة. هكذا هي كرة قدم، يجب أن تحضر بها الأهداف. نادي ديالة سجل أول أهداف اللقاء. محمد سامي إلى ميسوكي حاول، عالية ملعوبة، الكرة خطيرة، جول سعد عبد الأمير. سعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف بالدقيقة 10 من عمر المباراة. تمركز غير سليم، وسعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف. هدف ولا أروع ولا أجمل برأسية رائعة. سعد عبد الأمير سجل في شباك الميناء ونفط البصرة وأربيل والحدود، ويسجل هدف الخامس اليوم في شباك النجف. ارتقاء رائع بكرة جميلة ولا أروع من ميسوكي. ارتقاء رائع ورأسية رائعة وهدف رائع أول في ملعب المباراة. شوف ميسوكي من بين المدافعين، يتحملون هذا الهدف المدافعين. شوف ماكنزي وخلفه سعد، من خلف ماكنزي يخطف رأسية جميلة ويحرز أول الأهداف بالدقيقة 10 من عمر المباراة. أول الأهداف عن طريق سعد عبد الأمير بالدقيقة 10. شوف الارتقاء السليم الرائع الجميل، وهدف تقدم أول للقوة الجوية على حساب النجف. عصام تعود حلوة إلى محمد سامي إلى كرة بالقائم، نوى مرة أخرى عصام يكملها إلى داخل القضاء. ميسوكي يلعبها تركض إلى القائم، وعصام صبحي يسجل جول. هدف ثاني، هدف الأمان والاطمئنان بالدقيقة 58 عن طريق عصام صبحي. عصام الصبحي يسجل هدف الخامس بعد أن سجل في شباك أربيل كربلاء. نوروز ديالة يسجل من كرة مرتدة من القائم، نفذها ميسوكي، أكملها عصام الصبحي المتمركز سليم أمام فرحة هذا الطفل، هذا المشجع الصغير. والله حسبه يغيب الكبار عن تشجيع الصقور. المفروض مهما كانت النتائج الجمهور. اللاعب رقم 12 كرة ارتدت من القائم، أكملها الصبحي إلى داخل الشباك، وهدف ثاني، هدف أمان واطمئنان لفريق القوة الجوية. 2 القوة الجوية لا شيء النجف. هل سيثأر الصقور بما آلت إليه نتيجة الذهاب ويحققون الفوز برباعية؟ من يدري. نعود للمواجهات. التقى الفريقان في 57 مواجهة. يحاول ترتد الكرة، ممكن محمد جواد، وهدف ثالث. جول بالدقيقة 63 يضيف محمد جواد يضيف الهدف الثالث بالدقيقة 63 من عمر المباراة، ويسجل في شباك فريق السابق النجف هدف التقدم الثالث. وقلت قد يثأر الصقور ويفوزون ويثأرون ويتقدمون برباعية.
رباعية من كرة جميلة مباغتة من محمد قاسم، كادت أن تكون هدف في شباك النجف، ترتد من العارضة إلى كرة يتمكن من استغلالها لاعبو الصقور. شوف 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 المدافع، شوف محمد عصام هياها على طبق من ذهب إلى محمد جواد، تعثر أكبوتشو والكرة تمر على يمين الحارس سرهنج محسن. الآن في نظراته أمام ليث معا، كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، الله! والهدف الأول لنادي كربلاء للعميد ومن كريم بن عريف. هكذا يكرمون الضيوف بهدف أول يسجل من علامة الجزاء. المغربي يفتتح التسجيل لنادي كربلاء. شاهد هنا التقدم، وضع الكرة في الزاوية اليمنى ليعلن عن أول أهداف اللقاء لنادي كربلاء، يسجل الهدف الأول بالمباراة. أول أهداف اللقاء من علامة الجزاء لنادي كربلاء. كريم بن عريف على التنفيذ، كريم بن عريف تلعب الكرة بالراس، هناك نقلة عدت بتصويبة، مضت، جول 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 ثاني. العميد بكرة مباغتة، نعم تسجل الهدف الثاني. أوتارا لنادي كربلاء للعميد اليوم وبهدف ثاني يعلنها. هنا الركنية نفذت، وهنا بتصويبة من مصطفى راضي، ارتدت هناك اصطدت، وأوتارا بهذه الرأسية التي أبعدت الكرة. مصطفى راضي من حسين طالب إلى أوتارا بهذه الكرة بعد ما شاهد الإعادة من حسين طالب، نعم، وارتدمت الكرة، اصطدت بأوتارا وغيرت مسارها ودخلت المرمى، أضافت الهدف الثاني لنادي كربلاء. هنا اليوم نشاهد سيف رشيد يحاول بتصويب، الله يا سيف رشيد. مرة أخرى مشاهدينا متابعينا نعود إليكم لاستئناف هذه المباراة بشوطها الثاني. 45 دقيقة هي المتبقية لمعرفة كل التفاصيل. أصحاب الدار القرمم أمام القادمين من البصرة السفان الميناء. تنطلق صافرة الحكم الدولي أحمد كاظم لمتابعة هذه المباراة بشوطها الثاني. نهاية شوط المباراة الأول انتهت من دون أهداف بنتيجة سلبية 0-0، وبعدما شاهدنا هدف عن طريق اللاعب علاء الدين الدالي لمصلحة القرمم، لكن بعد العودة إلى تقنية الفار اتضح بأنه تسلل بتقدير الطاقم التحكيمي. الآن شوط المباراة الثاني، ماذا سيقدم مدرب القرمة أحمد خلف، وماذا سيفعل مدرب الميناء السوري حسام السيد بشوط المدربين؟ ما هي الخيارات؟ ما هي الإضافات؟ هل تكون هنالك دماء جديدة وإضافات من أجل تغيير رتم اللقاء؟ خلينا نشوف وخلينا ننتظر. إذن رمية جانبية على التنفيذ لمصلحة فريق القرمة. محمود الغضير يلعبها سريعة، استلام وتسليم، انطلاقة من منتظر عبد الأمير، يغير اللعب للدالي، علاء الدين بعيد الكرة، لكن على ما يبدو قبل هذه
الكرة كان هنالك رايم وتسلل. القرمم والميناء قدموا شوط أول متوسط فنيا، لكن الآن الشوط الثاني سنشاهد أشياء كثيرة تتغير إذا أرادها المدربين. أيضا هنا الكرة لمصلحة الميناء اللي أصبح من يسار الشاشة بألوانه الزرقاء المعتادة، وعلى يمين الشاشة أصحاب الدار فريق القرمم. ملعب الرمادي اللي يستضيف هذه القمة الكروية، تنفذ الكرة رأسية، هذه أوه، لكن الأقرب حارس المرمى محمد حميد يلعب كرة لمحمود الغضير من الطرف الأيسر، عالية الكرة من محمود، لكن الأقرب لاعبين الميناء هنا الاستلام عن طريق كيسيندا. الله على التمريرة، لكن طويلة نوعا ما، يستطيع اللحاق بها اللاعب كرار جعفر، لكن مقطوعة من عباس قاسم يلعب كرة سريعة من الجهة اليسرى. حكم المباراة ماذا يؤكد؟ سلامات يا منتظر عبد الأمير، سلامات يا منتظر عبد الأمير لاعب نادي القرمة هذا الموسم، لعب مباراته رقم 31، فاز ب 11 مباراة، تعادل ب10 مباريات، خسر فقط 9 مباريات، سجل 35 هدف واستقبل 23 هدف، وبالمركز التاسع برصيد 43 نقطة. أبرز النتائج: أكبر فوز للقرمة هذا الموسم 5-0 على نفط البصرة، 3-0 على الحدود وعلى النجف بنفس النتيجة. كذلك أيضا حقق مفاجأة على الجوية، فاز بنتيجة 2-1، فاز على الميناء بمباراة الذهاب المرحلة الأولى. هذه الكرة تعود للميناء، تغيير اللعب على اليسار، تحضير الآن، لكن الأقرب المدافعين. تعود الآن الكرة من الجهة اليمنى، لكن يخرجها على ما يبدو بمبدأ الروح الرياضية. سلامات للمهاجم علاء عبد الزهرة، هو هداف فريق الميناء هذا الموسم برصيد 6 أهداف. هنا علي مهدي اللي لعب للطلبة وللكرخ. الكرة تعود، أنا أعتقد سيعيدها لحارس المرمى محمد حميد في هذه اللحظات. الكرة تعود الآن من الجهة اليسرى، محمود الغضير اللي يرسلها من اليسار، التحضير موجود، أراد أن يمر بالمهارة، لكن الأقرب كان كيسيندا، وبعد ذلك التمريرات الخاطئة. هنا البحث عن التركيز، البحث عن المهارة. الله على مهارة من منتظر عبد الأمير وعملية تغيير اللعب. عالية الكرة، الأقرب حيدر سالم تركيز لم يكن موجود باللقطة الماضية، وبعد ذلك تغادر إلى خارج الملعب. رمية جانبية، هذا هو حيدر سالم وزير الخط الدفاعي لفريق الميناء. تنفذ الكرة ذكية وجميلة، لكن الإبعاد هو موجود بكل الأماكن. حيدر سالم والإصابة بالفترة الأخيرة، هذا هو المدرب حسام الزيد. الكرة اللي تصل سريعة، وبعد ذلك إلى ضربة ركنية لمصلحة القرمة على التنفيذ. العادل اللي كان موجود عن طريق اللاعب تاكاوارا زبوي، وشاهد من الإعادة منتظر عبد الأمير هو اللي تحصل على الضربة الركنية في هذه اللحظات. أيضا على التنفيذ للقرمة، صقور الغربية على التنفيذ، انتظار صافرة الحكم أحمد كاظم حكم الدولي، هو اللي يقود مجريات هذه المباراة، هو قاضي لهذا اللقاء. كرة من اليسار وضربة ركنية للقرمة بالألوان البرتقالية بملعب الرمادي، يريدون هدف أول بهذا التوقيت بالدقيقة 51. الكرة عالية رأسية، لكن الإبعاد للسفانة، صراع بدني للحصول على الكرة، وبعد ذلك للقرمة تعود لمؤمل. لكن الأقرب روبن لوفيلو القابوني هو اللي يمرر لعلاء عبد الزهرة، انطلاقة نحو الأمام من الجهة اليمنى. هذا هو كرار جعفر، يتركها لزميله من اليمين حميد الطائي، يخسر الكرة الماضية، والأقرب لاعب القرمة. ذلك البحث عن أي مساحة تذكر في هذه اللحظات. أيضا الكرة تعود للميناء، عالية الكرة الآن، بعد ذلك يريد اللحاق بها اللاعب كرار جعفر،
لكنها غادرت إلى خارج الملعب. مرت الكرة، طالت الكرة. هنا محمد حميد على التنفيذ، قائد القرمة، حارس المرمى. امامك بالصورة مدرب الميناء حسام السيد على التنفيذ. الكرة السريعة الآن، اللعوبة عن طريق الحارس محمد حميد، الرأسية الموجودة لكن الأقرب حيدر سالم. حيدر سالم سريعا للميناء، صراع بمنتصف الملعب، يريدون السيطرة كلا الفريقين على منتصف الملعب. هنا كرة سريعة لا زالت على اليمين، السرعة للقرمة لا زالت قائمة. محاولة ممكن للقرمة، لكن حيدر والإبعاد على مرتين. ضربة مرمى يؤكدها الدولي أحمد كاظم، ضربة مرمى بعد تدخل عن طريق اللاعب عباس ياس. علاء الدين الدالي ليبحث أن يسجل هدف الخامس هذا الموسم، تلك برصيده 4 أهداف. علاء الدين الدالي، هذه كرة برأسية تصل على اليسار، تلاقب نحو الأمام. السفانة وصقور الغربية، ومن يسجل لنا أول أهداف اللقاء. جماهير عاشقة للسفانة قطعت المسافات الطويلة ووصلوا للرمادي لمؤازرة السفانة، وكذلك أصحاب الدار. فريق القرمة حاضر الجمهور اليوم بصورة كبيرة، موقفهم ممتاز بالدوري، المركز التاسع. ميناء بالمركز 16 برصيد 31 نقطة. كرة تصل الآن بمنتصف الملعب. الجماهير تمني النفس بأن تشاهد الهدف الأول، لكن من يسجل أول أهداف اللقاء، القرمة أو الميناء؟ هنا الكرة 1-2، انطلاقة نحو الأمام. هذا كرار جعفر اللي يستلم ويدور بالواحد على واحد أمام لاعب القرمة. هذه كرة عالية، محمد حميد هو اللي يستلم هذه الكرة، تصل على الجهة اليمنى. السرعة الآن للقرمة من الطرف الأيمن. أحمد يلعبها ليوسف أومارو، يوسف لمنتظر عبد الأمير، يوسف أومارو، لكن الأقرب عبد سليم حماد. هداف الفريق يوسف أومارو، هداف القرمة من النيجر، يمتلك برصيده 6 أهداف هذا الموسم. شوف منتظر عبد الأمير اللي يندب حظه بالكرة الماضية، وبعد ذلك تنفذ سريعة بهذه اللحظات. كرار جعفر وأمام عباس قاسم هو اللي يبعد الخطورة بهذه اللحظات، والكرة إلى خارج الملعب. عباس قاسم هو من يقود الخط الدفاعي برفقة ريتشارد كاساغا الأوغندي. كرار جعفر اللي أمامك بالصورة على عبد الزهرة، الخط الهجومي كون حميد الطائي على عبد الزهرة. كرار جعفر للميناء، لا زالوا يبحثون بأي طريقة للوصول للهدف الأول، لكن هنا الضربة الركنية بهذه اللحظات على التنفيذ. عباس ياس أمس ركنيات باللقاء، 4 للميناء 1 للقرمة. تنفذ هذه الكرة، عباس اللي نفذها، تسديدة لكن إلى خارج الملعب. أوسينو ثيون السنغالي. شوف جماهير الميناء عاشقين السفارة يريدون رفع الأشرحة للسفر بعيدا عبر المحار. هذه كرة سريعة الآن تصل، بعد ذلك مقطوعة. شوف تبادل التمريرات في منتصف الملعب، يريدون أي طريقة تذكر للسيطرة على منتصف الملعب. عبد سليم حماد، دقيقة 55، مباراة من دون أهداف حتى اللحظة الفريقين حبايب. هذه كرة خاطئة لكرار، تصل لكرار جعفر الميناء، لكن تدخل ممتاز. قطع الكرة لا زالت عن طريق كيسيندب ميناء، لكن مرت تعود للسفانة. سريع الكرة رأسية الآن، لكن هنالك الصافرة لروبن لوفيلو، اللاعب الجابوني روبن لوفيلو أمامك بالصورة. يشكو من الإصابة لكن ينهض لمتابعة اللعب. روبن لوفيلو اسمه الكامل. إذن بانتظار الاستئناف والمتابعة بهذه اللحظات. علي مهدي
القرمة والميناء، البرتقالي والازرق. شوف اوه جماهير القرمة والكرة تصل سريعة ملعب الرمادي بهذه الاجواء الجميلة والمثيرة، الاثارة والمتعة بالجولة 31 ضمن منافسات دوري نجوم العراق. يا من تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكة الاعلام العراقي. هذه الكرة سريعة من اليسار لكن غادرت على ما يبدو، نعم غادرت الى خارج الملعب بهذه اللحظات. جماهير الميناء تنتظر هدف اول، عاشقين القرمة يريدون الهدف الاول. منافسة لا زالت حاضرة لكن 0-0 نتيجة اللقاء. كرة القدم نتائج اهداف، لا يريدون الاستحواذ او الوصول الاكثر او الارقام والاحصائيات. كرة القدم بالاخير تسأل من فاز على من ومن سجل الاهداف. هذه كرة تعود الى كرار اللاعبين تحركا. كرار جعفر للميناء تمريرته ضعيفة يا كرار. تعود الان مرة اخرى للقرمة. الاستلام على الطرف الايسر، هذا شهاب رزاق اللي اختار العودة الى منتظر عبد الامير. تمريرة خاطئة تعود مرة اخرى للميناء. هنا الكرة لكنها الى رمية تماس. الجهات لا زالت حاضرة من المدرب حسام السيد. هذا الكرة على الجهة اليمنى تنفذ بصورة سريعة. هنا الكرة تغادر بهذه اللحظات إلى خارج الملعب. حميد الطائي اليوم يعتمد عليه بشكل أساسي مدرب حسام السيد، وبذلك الانتظار كل الانتظار. هذا هو حسام السيد مدرب السوري. انتظار هي لمسات الفنية بشوط المباراة الثاني. كذلك المدرب الآخر أحمد خلف. انتظر الآن، شاهد الآن ضربة ركنية للميناء. عباس ياس يلعب كرة سريعة. اوه لكن مرة كان قريب. تاكاوارا كان قريب من الرأسية لكنها مرت إلى خارج الملعب. هذا هو رقم 27 اوسينو فيور. مرت الكرة بعد ذلك إلى الحارس محمد حميد على التنفيذ. محمد حميد ورا فيها رتم بدأ يتصاعد رويدا شيئا فشيئا. كرة لمحمود غضير، عملية تغيير اللعب على اليسار بالكعب أرادها منتظر عبد الأمير لكن مقطوعة أمام روبن. هنالك الكرة تعود، هو كيسيندا اللي قطع الكرة. هذا تاكاوارا إلى الحارس عبد سليم. ها هنا الكرة السريعة لكن الأقرب هو الحارس محمد حميد. 60 دقيقة، ساعة كاملة مرت من هذه المباراة من دون أهداف. مفارقات الجولات الأخيرة الماضية المباريات فيها أهداف. عندنا فقط تيالو نجف النفط والطلبة بالجولة ما قبل السابقة من دون أهداف. ها هنا الانطلاقة نحو الأمام للميناء، البحث عن الحلول عن المساحات للسفانة. كرة لا زالت، الاستلام لمسلم موسى، محاصر مسلم بنفس التوقيت. ذلك الشرطة يواجه نوروز على أرض نوروز. نتيجة 1-0 للشرطة حتى هذه الدقيقة. والكرة تعود الآن لمسلم موسى. بعد ذلك التحضير في هذه اللحظات على اليسار. الميناء بالشوط الثاني نوعا ما أفضل. هذه الكرة تعود وفقد التوازن على عبد الزهرة. وهذه كرة تصل لصقور الغربية يبحثون بأي طريقة على المهاجم علاء الدين الدالي لكن الكرة تصل على الجهة اليسرى. بعد ذلك للميناء الاستلام. اوسينيو يتركها لعلاء عبد الزهرة. نصف ساعة متبقية. هل فيها أهداف يا الميناء ويا القرمة؟ تصل الكرة من الجهة اليمنى الآن. الاستلام أو الرأسية أراد إرسالها. رأسية كرار جعفر مرت في اللقطة الماضية. حسام السيد عملية دفع كرار جعفر القيادة الهجومية قريب على منطقة الجزاء وأيضا الميلان إلى الطرف الأيمن. كرة تعود للقرمة.
بمنتصف الملعب. منتظر عبد الامير يختار العوده لريتشارد كاساغا الاوغندي، غير اللعب عباس قاسم. الاستلام الان علي مهدي على مرتين، عالية الكرة، شوف الاستلام على مستوى الصدر، ممتازة من يوسف أومارو، لكن الكرة تعود للميناء، هذه ذكية، هذه جميلة، الاستلام على اليسار، لكن الكرة مرت عليك يا حميد الطائي. مرت الكرة على اللاعب حميد الطائي. الانتظار، كل الانتظار لمشاهدة الهدف الأول لأي فريق. هدف ممكن يغير أشياء كثيرة بالمباراة. تصل الآن لمحمود، محمود غضير ينفذها بصورة سريعة، تصل على اليسار، ها هنا للقرمة، عاد الخطر بكرة يسارية عالية تعود للميناء، أخطر وأقرب الشوط الثاني السفانة، هذه الكرة والإبعاد. ريتشارد كاساغا حصل على مخالفة، هنالك بطاقة صفراء على لاعب الميناء على ما يبدو أوسينو بعد تدخل على ريتشارد كاساغا. الله على لقطة، شوف استمتع بجماهير الحاضرة في ملعب الرماد. الأنظار هنالك في أرض الأصالة والتاريخ. الكرة السريعة تصل، نعم نحو أوسينو ثيون رقم 27 نقل بطاقة صفراء لاعب نادي الميناء بعد التدخل على ريتشارد كاساغا. تعود للميناء، تصل للسفانة، هذه للسفانة، أوه هدف أول للميناء. حميد الطائي يسجل أول أهداف اللقاء. سفانة الجنوب من شط العرب إلى الرمادي يقولون نحن هنا. الميناء عندما يتحرك يغرق كل الدفاعات. السفانة يرفعون الأشرعة للسفر عبر البحار بقيادة القرصان حميد الطائي. شوف التمريرة الذكية، شوف الاستلام والتوغل والمرور. الله يا حميد، الله يا حميد الطائي. هدف جميل للسفانة، للميناء، وجد المساحة لنفسه وسدد، وهدف أول لمصلحة الميناء. هذا اللي انتظره عاشقين السفانة. تشيكين جول، العودة وبانتظار موافقة تقنية الفيديو، تقنية الفار. هنالك في الغرفة يوسف سعيد ومحمد كامل. ظن الهدف الأول يصل، لكن بانتظار التأكيد من غرفة الفار بهذه اللحظات. حميد الطائي من سجل الهدف حتى اللحظة، حميد رشيد الطائي، دقيقة 63 بالانتظار الآن. هدف للميناء، نعم تسلم الهدف، والنتيجة الآن أصبحت هدف مقابل لا شيء. ضيف القادم من البصرة الميناء بملعب الرمادي يتقدم على القرمة، والكرة تعود لمحمود غضير. سريع الآن ريتشارد كاساغا، تغيير اللعب الآن. هذا الهدف سيحرك أشياء كثيرة. لكن سهلة لعبد سليم حماد حارس المرمى. السفانة وجماهير الميناء، وهذا الهدف يسجله حميد الطائي ممكن يغير أشياء كثيرة باللقاء، سيعطي دافع معنوي للميناء للبحث عن هدف ثاني، وكذلك ثقة عالية ستأتي للاعبين القرمة بعد هنا الوصول من جماهيرهم أيضا ومؤازرتهم، يريدون هدف التعادل، لكن هنا نحن نريد المتعة فقط. أنا وإياكم مشاهدينا متابعين عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي نريد المتعة، نريد الأهداف، لكن بالأخير الأفضل هو من سيحقق النقاط الثلاث. هنا تغيير للقرمة، تغيير أول، شاركة اللاعب محمود خليل لاعب القرمة. لاعب محمود خليل سبق ومثل الكهرباء وأرديل. غادر اللاعب علي مهدي. أول التغييرات محمود خليل. الآن أحمد خرف مدرب القرمة
يجري التغييرات، يريد من هنالك أن يبحث عن أي ثغرة لهدف التعادل. كرة لحيدر سالم، 1-0. السفانة يتقدم على الصقور الغربية، وهذه كرة تعود بمنتصف الملعب. صراع من أجل الحصول على الكرة، لكن على ما يبدو نعم صافرة بهذا التوقيت. هذا التوقيت ميناء يبحث عن انتصار بعد الخسارة من الكهرباء بالمباراة الأخيرة بهدفين مقابل لا شيء. مباراة القادمة أمام القوة الجوية فريق الميناء. هذا الرمية الجانبية بهذه اللحظات، دقيقة 67، هدف مقابل لا شيء. هذه بالإعادة، تمريرة ذكية كانت من كرار جعفر، وها هنا الدخول. نعم هو الهدف اللي سجل حميد الطائي بكرة باغتت الحارس محمد حميد، وذلك أعطى الأفضلية للميناء. الانتظار الآن، كرة تصل للميناء في منتصف الملعب. تاكاوارا، تبادل للكرات، هذه على اليمين. كيسيندا يمرر سريعا لكرار جعفر، لكن مقطوع الكرة بهذه اللحظات. تعود للقرمة مرة أخرى. محمود الخضير، وعملية تغيير اللعب بهذه اللحظات. تصل من اليسار، انطلاقة نحو الأمام بخارج القدم، ذكية جميلة، لكن مرت على علاء الدين الدالي، مرت على علاء الدين. هذه كرة تمريرة للقرمم، الصقور، لكن تعود الكرة لمنتظر عبد الأمير. منتظر عبد الأمير يحاول المرور، عدى من الأول، منتظر محاصر. أين المساندة؟ أين الحلول؟ يصل محمود الخضير بهذا التوقيت، والكرة الملعوبة سريعة والرأسية بهذه اللحظات. سريعة، ريتشارد كاساغا، يوسف أومارو، يوسف على اليسار الآن لمنتظر عبد الأمير. تمريرة ذكية، يوسف أومارو، لكن مرت إلى ضربة ركنية للقرب. الميناء، سام السيد بحديث الكادر الفني. جماهير القرمة لا زالت لديها الأمل، ويؤازرون ويشجعون الصقور الغربية بملعب الرمادي. ضربة ركنية الآن للقرمة، ملعوبة لكن عالية داخل منطقة الجزاء، ولكن حيدر سالم وتشديد الخطر في هذه اللحظات. تعود الكرة من اليسار، طريق لاعب القرمة ملك البحث شهاب رزاق، يرسلها بصورة سريعة. تعود ريتشارد كاساغا، وعملية تغيير اللعب على اليمين. تحضير واستلام القرمة، امامهم 20 دقيقة. وهذا الرأسية أو هذه الرأسية تعود مرة أخرى في منتصف الملعب. حالت على كرار جعفر، والأقرب هو عباس قاسم. تعود الكرة على اليسار. تاريخ العريق، تاريخ الكبير لسفانة الجنوب الميناء، اللي تأسس بسنة 1931، اللي حقق الدوري مرة واحدة في تاريخه. يبقى الميناء تاريخ كبير، والقرمة ضيف جديد على دورينا، يقدم أداء مميز. شوف المرور الجميل، لكن الكرة وهنا صافرة أو لا. استمرارية اللعب إلى الفريقين. نتكلم عن التاريخ اللي تأسس نادي القرمة، تأسس بسنة 2020 وتأهل إلى دوري نجوم العراق هذا الموسم، يعتبر إنجاز. وبذلك الميناء صاحب التاريخ الكبير والعريق. ها هنا الكرة على اليسار، تعود للسفانة، للميناء المتقدم بفارق هدف ويريد 3 نقاط. يا عباس، يا ياس، عباس ياس. كرة على اليسار الآن، الانطلاقة نحو الأمام، البحث عن الحلول، عن المساحات للميناء. يختار العودة الآن بهذه الدقائق. تصل بالمنتصف، والكرة بمنتصف الملعب. أوسينو كيون، عملية تغيير اللعب على اليسار. بعد ذلك العودة الآن
وها هنا تبادل الكرات لمصلحة الميناء. وصل على الجهة اليمنى وبعد ذلك مرت على كيسيندا لتغادر إلى خارج الملعب. فريق الميناء بعد الهدف نوعا ما تراجعوا، وها هنا تغيير قادم للميناء، تغيير قادم لكتيبة المدرب حسام السيد. من سيشارك يغادر صاحب الهدف حميد الطائي، ومن هنالك المشاركة لحميد علي على التنفيذ. الرمية الجانبية بهذا التوقيت أيضا دقيقة 72 من شوط المباراة الثاني أو بالمباراة المجمل، والميناء لا زال يتقدم على القرمة بهدف مقابل لا شيء. حميد الطائي هو من سجل بالدقيقة 63. الكرة تعود الآن فيها صافرة ومخالفة، تعود الكرة لمحمد حميد. مباراة جميلة، مباراة رائعة فيها هجمات ولا زالت لم تنتهي، فيها الكثير والكثير. ممكن يسجل هدف التعادل القرمة أو ممكن يسجل الميناء هدف ثاني، كل شيء وارد، أو ممكن تبقى النتيجة 1-0 أمامك. دقائق متبقية، استمتع وشاهد عزيزي المشاهد يا من تتابع معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. أيضا نشاهد الآن هذا حيدر سالم، لكن عملية السقوط لأحد لاعبين الميناء. سلامات مسلم موسى اللي يملك برصيدة 3 أهداف هذا الموسم. مسلم موسى سجل هدفين على أربيل وسجل على نفط ميسان. شاهد بالإعادة. سلامات يا مسلم. أيضا سلامات لمسلم موسى. الميناء اللي فاز على الزوراء 1-0 هذا الموسم، تعادل مع الشرطة 1-1 والنجف 1-1. ميناء اللي أخرج الزوراء من كأس العراق، من بطولة كأس العراق بالدور 16 بنتيجة 1-0. سجل الهدف على عبد الزهرة. الآن الدقيقة 74 وها هنا الكرة تعود للقرمة. القرمة الآن لتأهل على حساب نادي الرمادي بعد الفوز بهدفين مقابل لا شيء. سجل الأهداف دوحي الشمري وعلي نجم. أيضا الكرة إلى خارج الملعب. واجهة رائعة حتى اللحظة ما بين الصقور الغربية القرمة أصحاب الدار وما بين القادمين من بصرة السفان. 1-0 للميناء. سجل الهدف اللاعب اللي غادر حميد الطائي. هنا الكرة تعود بهذه اللحظات على الجهة اليمنى لمحمود الضيع لاعب القرمة، شتتها لكن تعود للميناء. مقطوعة الآن يوسف أمارو يمرر لكن الكرة إلى خارج الملعب. هذه الكرة مرت إلى خارج الملعب. انتظر عبد الأمير محمد منصورة مدرب القرمة أحمد خلف. فترة من الفترات كان مساعد مدرب منتخبنا الوطني. كاتانش هدف للميناء وممكن هدف ثاني للسفانة، لكن مرت على كيسيندا. كيسيندا كان قريب لكن عباس قاسم هو من تدخل باللقطة الماضية. عباس قاسم يطالب زملائه بالهدوء. هنا الكرة كيسيندا، هل كان فيها حالة تسلل؟ مبدئيا هي مرت، مبدئيا هي طالت. لو كان هنالك فرصة خطيرة لشاهدنا تدخل الفار لإعطاء الكلمة الأخيرة. إذن الآن حديث لا زال والكل ينتظر عباس ياس لتنفيذ الضربة الركنية. ربع ساعة متبقية على نهاية القمة. ضربة ركنية للميناء. عباس ياس. ايضا نشاهد بهذه اللحظات للسفانة. رأسية جميلة من حيدر سالم وعلى عبد الزهراء. أراد كرة مقصية لكن على ما يبدو مرت الكرة، نعم ضاعت على الميناء. نعتقد هنالك راية. هنا الكرة تعود للقرمة.
في هذه اللحظات. كرة من الجهة اليمنى للقرمة. 14 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، وها هنا الكرة تعود للميناء. كيسيندا عدى، صافرة وسلامات لمحمود الخضير لاعب القرمة. سبق وأن مثل نادي الحدود. هنا بطاقة صفراء على كيسيندا من الكونغو، تلقى البطاقة الصفراء محمود الخضير. سلامات يا محمود. حديث لا زال، والمخالفة الآن لمصلحة فريق القرمة. كيسيندا تلقى البطاقة الصفراء بعدما تلقى زميله أوسينيو ثيون. أيضا الكرة تعود على الجهة اليمنى للقرمة. تشتيت الخطر بهذه اللحظات. تصل الآن دوران مع الكرة عن طريق كيسيندا، بعد ذلك تعود للميناء. كرة خاطئة باللقطة الماضية، مرت من البديل حميد علي، انطلاقة لمنتظر عبد الأمير. غادرت الآن إلى خارج الملعب. غادرت الكرة إلى رمية جانبية. تغييرات وليس تغيير واحد. محمد مزهر هو القادم، جون أوكلي هو أيضا القادم. يشارك الآن لاعب القرمة جون أوكلي ومحمد مزهر. محمد مزهر يمتلك برصيده 4 أهداف، جون أوكلي يمتلك برصيده 5 أهداف. استخدم المدرب أحمد خلط كل هدافين فريق. يوسف آمارو أساسي، جون أوكلي ومحمد مزهر شاركوا الآن بهذه اللحظات. علاء الدين الدالي أيضا هو اللي شارك أساسيا. والمباراة لم تنتهي بعد، لم تكشف عن كل تفاصيلها. لا زال السيناريو قائم، لا زالت القصة لم تنتهي. الصقور يريدون التعادل والسفانة يريدون الانتصار. حق مشروع للفريقين. سفانة تقدم ويريد المحافظة. القرمة وصل بأكثر من فرصة، لكن لا زال يطمح لهدف التعادل. هذا ما يريد بهذه اللحظات. في حيرة من أمره المدرب أحمد خلف، يشاهد من قرب. وها هي الكرة تنفذ سريعة. محمود الخضير، محمود والدوران، لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب. بهذه اللحظات أي أجواء وأي إثارة. وملعب الرمادي اللي يحتضن هذه القمة الكروية، ملعب نادي القرمة. الاستلام الآن، شهاب رزاق يبحث عن المساندة، يلعب كرة عالية. شهاب رزاق بعد ذلك التشتيت الخطر من حميد، والكرة تعود مرة أخرى للبديل محمد مزهر. تركها من هنالك، تغيير اللعب للبحث عن المساندة، لكن الكرة مرت ها هنا للميناء للسفانة، البحث عن الحلول. وها هنا الانتظار، كل ينتظر أن يقدم أفضل ما لديه. نتكلم على لاعبين الفريقين. هذه الكرة بمنتصف الملعب تعود لعلاء عبد الزهرة. علاء على اليسار، انطلاق الآن للميناء للسفانة. مسلم يمرر، هذه كرة للميناء داخل منطقة الجزاء. محمود الخضير، مرت عليك الكرة. كيسيندا مسلم موسى يحاول إيجاد المساحة، لكن الكرة تعود في هذه اللحظات لمصلحة القرمة. انطلاقة للصقور الغربية، ممكن يبحث عن التعادل. هذه نقلة، الله مرور جميل للقرمة. يوسف أومارو، مرت الكرة بعيدة. هذه الكرة ليوسف أومارو. محمود الخضير، تبادل الكرات بهذه اللحظات. محمود مرة أخرى على اليسار، لكن الكرة إلى خارج الملعب. الكرة مرت إلى خارج الملعب بهذه اللحظات. الانتظار 10 دقائق أخيرة متبقية على نهاية هذه المباراة الجميلة ما بين القرمة والميناء. نشاهد رمية جانبية بهذا التوقيت.
تنفذ بصورة سريعة. 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، والكرة تعود للقرمة. عباس قاسم، الاستلام الآن شهاب رزاق، البحث عن تمريرة لمحمد مزهر. محمد مزهر سجل 4 أهداف كما ذكرت لكم هذا الموسم. محمد خلف وتغييراته بهذه اللحظات، والكرة تعود لعباس قاسم. القرمة هل بإمكان التعادل؟ السفان الميناء هل بإمكان المحافظة على النتيجة؟ أسئلة كثيرة، لكن الإجابة بالدقائق المتبقية بهذه اللحظات. هذا الكرة بعد ذلك تصل على الجهة اليمنى. الانتظار، كل الانتظار. هذه لمسة لكن مرت. تعود بهذه اللحظات على اليسار. المباراة القادمة لنادي الميناء أمام نادي القوة الجوية، والمباراة القادمة للقرمة أمام فريق القاسم. الجولات الأخيرة لمنافسات دوري نجوم العراق، مباريات كلها مشتعلة أجواءها، كل الفرق تريد أن تقدم أفضل ما لديها بالجولات الأخيرة، وبالأخص فرق المقدمة. لا زال هنالك الحسم، لم تحسم الأمور. كل الأندية اللي بالمقدمة، الزوراء، الشرطة، زاخد، هوك، اللي يطمحون من أجل الوصول للتتويج بلقب دوري نجوم العراق. الآن الكرة بطاقة صفراء. سلامات للاعب الميناء نادي القرمة هذا الموسم، اللي خسر مع النفط 2-0 والطلبة كذلك بنفس النتيجة. خسر من الجوية والكرف 1-0، هوك 3-1 ونفط ميسان 3-2. هذه نتائج نادي القرمة مستوى الخسارة، لكن تعادل مع الشرطة 2 مقابل 2، والزوراء 0-0 والطلبة 1-1. أكبر فوز 5-0 على نفط البصرة. هنا حسام السيد والتغييرات، إضافات قادمة على عبد الزهراء يغادر. مشاركة لسالم أحمد. الآن الانتظار كلا المدربين استخدموا التغييرات. هي كرة للميناء، لكن الإبعاد بهذه اللحظات. دقائق أخيرة المتبقية على نهاية هذه المباراة الجميلة. هذا يوسف عمارو، هذا كيسندا لاعب الميناء، مدرب الميناء حسام السيد، وخياراته تغييراته للمدافعين بإضافة المدافعين. يريد أن يحافظ على هذا التقدم، لكن التراجع إلى الخلف ممكن يولد ضغط. القرمة أمامكم دقائق قليلة إذا أردتم التعادل، الميناء كذلك أمامكم دقائق قليلة إذا أردتم المحافظة والانتصار. هنا الأشياء الكثيرة. هنا كرة مرت إلى خارج الملعب. البديل اللي شارك اللاعب سالم أحمد بالرقم 9. سالم أحمد. إذا ضربة ركنية للميناء، ضربة ركنية للسفانة. 9 ركنيات في اللقاء، 7 للميناء، 2 للقرمة. على التنفيذ عباس ياس داخل منطقة الجزاء، لكن تمر هذه الكرة على الميناء. تعود لكرار جعفر، يلعبها عالية وسريعة، لكن تعود مرة أخرى. أوه للبديل سالم محاصر، والكرة مستخلصة بهذا التوقيت. مقطوعة الكرة بهذه اللحظات، تصل على الجهة اليمنى للقرمة صقور الغربية. هذا ممكن التعادل. ممتاز المدافع تاكاوارا، روح عالية وفدائية. ينزل بابوي، تاكاوارا على التنفيذ الآن. ضربة الركنية داخل منطقة الجزاء، يوسف عمارو، لكن الكرة تمر إلى الحارس عبد سليم حماد. عبد سليم هذه اللحظات وبهذه الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء
4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، وبهذه النتيجة الميناء يصبح برصيد 34 إن انتهت 1-0 في حال الفوز أتكلم. لكن هنا الكرة تعود لمصلحة القرمة، تدخل ومخالفة. اوسينو كيون يرتكب المخالفة في هذه اللحظات للقرمة الآن على التنفيذ. هذا هو شهاب رزاق لاعب القرمة. شهاب رزاق مثل الجوية والكرخ حصل على مخالفة بهذه اللحظات. الكرة تعود للقرمة صافرة من الدول يا أحمد كاظم. سلامات شهاب رزاق، على ما أعتقد شهاب رزاق هو المستلقي على أرضية الملعب بطاقة صفراء، لكن على من؟ سالم أحمد على ما يبدو. شاهد نعم البديل سالم أحمد اللي شارك بديلا عن علاء عبد الزهرة مهاجم وهداف الفريق. ايضا الان سالم احمد اللي امامك بالصوره بانتظار التنفيذ. كره لمصلحه القرمه. صقور الغربيه يريدون فرصه للتعادل قبل نهايه الوقت الاصلي على التنفيذ. 3 بطاقات صفراء نعم للاعبين الميناء. اوسينيو كيون، سالم احمد، كيسيندا. اوه ماذا هناك للفار الدولي احمد كاظم. يستدعون بغرفة الفار يوسف سعيد ومحمد كامل. ماذا جرى؟ نشاهد بشاشة الفار. احمد كاظم يشاهد من قرب التدخل من سالم احمد، يريدها من اكثر من زاوية الدولي احمد كاظم. القرار النهائي للدولي احمد كاظم. هذا يؤكد بهذه اللقطة. ننتظر ونشاهد بهذه اللحظات يا من تشاهدون معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي هنا في الجولة 31 منافسات دوري نجوم العراق ما بين القرمة والميناء. هنا أحمد كاظم يذهب للفار، هنا يذهب للفار، وماذا سيؤكد على هذه الحالة؟ السفانة وصقور الغربية. لم تنتهي الأمور بعد، لا زال للحديث بقية. ماذا يا أحمد كاظم؟ ما هو القرار يا سيدي الحكم؟ في الانتظار. هذا يا أحمد كاظم. أوه بطاقة حمراء على ما يبدو لمدرب القرمة. ايضا استمرارية اللعب. اكتفى بالبطاقة الصفراء على اللاعب سالم احمد. وها هنا تنفذ الكرة السريعة للقرمة من الجهة اليمنى، لكن يتدخل تاكوارا. الابعاد بهذه اللحظات للميناء من اليسار، تعود للقرمة مرة أخرى. سريعة هذه سريعة للقرمة على اليمين بانتظار المساندة، لكن الكرة خرجت إلى خارج الملعب. أيضا الكرة غادرت. هذا هو محمود خليل برقم 90. محمود خليل مثل الكهرباء وأربيل. الكرة بالمنتصف الآن تعود سريعة على اليمين. محمد عدنان اللي أرسلها، لكن أمام من هنا؟ عباس ياس. صراع بدني. نعم انتهى الوقت الأصلي. 6 دقائق على نهاية المباراة. الميناء يتقدم بنتيجة 1-0 على القرمة. بهذه اللحظات ما زالت الجماهير تؤازر. مدخل ليس هو متلقى البطاقة الحمراء على ما يبدو. ها هنا كرة ليوسف أومارو، لكنها مرت إلى خارج الملعب ما يبدو أحد أعضاء الكادر التدريبي. إذن اللحظات الأخيرة، اللحظات الصعبة ما بين القرمة والميناء. السفانة المتقدم بفارق هدف
اللي سجل اللاعب حميد الطائي بالدقيقة 63. الآن اللحظات الأخيرة على نهاية القمة. هنا البطاقة الحمراء اللي شاهدناها. إذن 5 دقائق هي المتبقية على النهاية. وها هنا الكرة تعود لمحمد حميد. إبعاد الخطر، تشتيت الكرة على اليمين، الاستلام بهذه اللحظات، لكن أحمد كاظم قريب يقول لك العب. شهاب رزاق يستلم الكرة، وها هنا الصافرة الحاضرة. صافرة اللحظات الأخيرة صعبة بهذه المباراة. فريق يحاول المحافظة على النتيجة وهو الميناء، فريق آخر يحاول بأي طريقة بأن يسجل التعادل. القرمة عالية الكرة، لكن مرت رأسية طالت بعيدة عليك يا أوسينو. ها هنا الكرة لصقور الغربية، تمريرة لكن مرور جميل. محمد عدنان يبحث عن المساندة. محمد عدنان آخر اللحظات. محمد مزهر يستلم الكرة، لكن استمرارية اللعب هذا ما يؤكد أحمد أوه جميل المرور، لكن الكرة تعود. الكرة تعود فيها صافرة الآن. صافرة الآن. سجاد رعد يشار ويغادر محمود الضير. سجاد رعد مثل كربلاء ونفط ميسان والزوراء. ايضا اللحظات الاخيره والكره للقرمه لصقور الغربيه. اصحاب الدار يريدون مفاجاه على السفانه، يريدون هدف التعادل بهذه اللحظات. خلينا نشوف. سلامات يا كرار جعفر. كرار جعفر بانتظار الصافرة لاستئناف اللعب. هذا هو سجاد رعد اللي شارك بديل. خلينا نشوف هنا إضافة لاعب جديد للميناء. وزيري يغادر كرار جعفر بهذه اللحظات ويشارك اللاعب وزيري. بالانتظار الآن للميناء تنفذ الكرة الآن عفوا للقرمة سريعة لكن مرت. تغيير هو للميناء. حديث الآن مطالب بلمسة يد. ماذا يؤكد أحمد كاظم؟ ماذا يؤكد أحمد كاظم الحكم الدولي بهذه المباراة؟ بالانتظار الآن. هنا الإعادة الكرة اللي مرت إلى ضربة ركنية للقرمة. صقور الغربية على التنفيذ عالية. هذه مرت الكرة بهذه اللحظات. دقائق والثواني الأخيرة. ضربة ركنية للقرمة على التنفيذ. صقور الغربية تنفذ محمد عدنان. هذه كرة للبرتقالي محمد مزهر. هي كرة أصبحت مرتدة، صارت مرتدة للميناء للسفانة. السرعة الآن الكرة العالية على اليسار يستلمها ومحمد حميد يترك مرماه، والعودة ممتازة من محمد مزهر. هنالك كان قريبين القرمة من الهدف، لكن تحولت الكرة للميناء وأيضا كانوا قريبين. كرة لمحمد عدنان. آخر دقيقة، آخر لحظة، آخر ثواني. هنا الكرة تعود سريعة للقرمة. عالية هذه الكرة. تراجع ملحوظ بعد الهدف الأول للميناء. هذه هي خيارات المدرب حسام السيد. بالانتظار الآن على التنفيذ. هذه كرة للقرمة. آخر اللحظات. حيدر سالم والتشتيت الخطر. تعود الكرة على اليسار الآن. الثواني الأخيرة، اللحظات الأخيرة، الهجمة الأخيرة ممكن. والإبعاد من حيدر سالم.
حيدر سالم قدم مباراة كبيرة اليوم. مدافع الميناء، تعود الكرة مرة أخرى على اليسار والاستلام للحارس عابد سليم حماد. عابد سليم حماد حارس مرمى الميناء. ايضا حديث مع حكم اللقاء مع اللاعب اوسينو ثيون السنغالي، والكرة تنفذ للميناء على الجهة اليمنى، يبحث عنها كيسيندا لكن مرت بمنتصف الملعب. كيسيندا بعد ذلك على مرتين تحضير بمنتصف الملعب، دوران موجود والكرة اصطدت. محمد عدنان ومعها صافرة الختام، صافرة النهاية. مبارك للميناء السفانة، 3 نقاط يعودون إلى البصرة ب3 نقاط مهمة على حساب القرمة بملعب الرمادي. مباراة جميلة قدموا من خلالها الفريقين مباراة رائعة، لكن بالأخير انتهت 1-0 بهدف حميد الطائي بالدقيقة 63. مبارك للسفان الميناء، هارد لك للصقور الغربية فريق القرمة. أرجو أن أكون وفقت بالتعليق على هذه المباراة. تقبلوا تحياتي المعلق حسين سمير، وإلى اللقاء.